مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يلا بينا. النهارده هنعمل مكرونه بالبشاميل، بس بقى مش باللحمه المفرومه. يلا هوريكم هنعملها بايه. طبعا هنعملها بالفراخ البانيه، تطلع طعمها حلو قوي. اللي انا بعمله ده دلوقتي محلول نقع الفراخ او تنظيف الفراخ. اللي انا بستخدمه، انا بحط حوالي 3 معالق دقيق، عليهم ليمونتين بعصرهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وبحط كمان القشر مع الليمون مع الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. ده المحلول اللي بيخلي ريحة الفراخ ما فيهاش ريحة زفارة ابدا، بيخلي ريحة الفراخ جميلة. بحط معلقة جنزبيل بودر صغير، ما عندكيش جنزبيل بودر وعندك جنزبيل فريش ممكن تبشريه بالمبشرة، ما عندكيش جنزبيل ممكن معلقة طحينة. محدش يحط خل مع الفراخ لان الخل بيعلي نسبة الزفارة في الفراخ، وده رأيي الشخصي، وطبعا كل واحد زي ما حابب يحط. فكده انا محلول تنظيف الفراخ بتاعي عبارة عن ليمون، عصير ليمون، 3 معالق دقيق، معلقة صغيرة جنزبيل، وبحط قشر الليمون، وحطيت مية لحد ما يعمل عندي زي سايل كده، زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. ده كده المحلول بتاعي. ببتدي بقى ان انا احط الفراخ البانيه بتاعتي. يستحسن ان احنا من نلمس الفراخ وقبل ما ننضفها وهي نية، علشان يعني انا بحس يعني ان احنا لما بنلمس الحاجة كتير وهي نية بتبقى بتزفر اكتر، فاهمني؟ بس فطبعا كل واحد المطبخ ده اذواق وكل حاجة. انا بوريكم اللي انا بعمله في البيت عندنا. هنا بقى انا بسيبها في المحلول يعني حوالي مثلا من 5 ل10 دقايق، مش كتير قوي، عبال ما اجهز بقية الحاجة بتاعتي. هنا هو انا بوريكم المحلول شكله بيبقى عامل ازاي. الجنزبيل من الحاجات اللي بتضيع ريحة الزفارة خالص في اي دواجن، سواء بط او حمام او فراخ. جربوا طريقة الجنزبيل ديت. اللي ما عندوش جنزبيل يحط معلقة طحينة مع برضو الدقيق والليمون. هنا بقى انا بجهز الخلطة بتاعتي اللي هعمل بيها الفراخ. طبعا كلنا كنا بناكل مكرونه بشاميل ديت باللحمه المفرومه، فانا بحب ايه ان انا اغير. عملتها معاكم مره بالجمبري ونزلتها على القناه. المره دي بعملها بالفراخ، تطلع طعمها حلو جدا. معايا بصله متوسطه بفرمها كويس جدا. هنا كنت بلقي عليكم التحيه. طبعا زمانكم بتقولوا غدا انتي هاديه ليه كده في الفيديو؟ انا بسجل الفيديو دلوقتي الساعه 3 الفجر فعشان بكرة عندي كلية، فعشان يكون متسجل يعني الحق يعني انزله لكم. هنا بقى الفراخ خلاص بتاعتي خلاص غسلتها، بقى امسكيها براحتك بقى، لكن قبل كده بحسها بتتزفر اكتر. عندي قناعات كده غريبة انا. ببتدي بقى ان انا اقطعها كده كده بالعرض، وبعدين بقطعها بالطول لحد ما تبقى معايا قطع مربعات كده صغيرة، عشان خاطر احطها بقى على النار. هتشوفوا دلوقتي معايا هعملها ازاي. طبعا الهدوء ده اللي هو بقى ايه الساعة 3 الفجر وانا بسجل بقى وعايزة انام عايزة انام. آه فرحت قوي ان فيديو الكيكة ارتفع، يعني شكرا جدا لمتابعتكم. هنا بقى انا معايا طاسة، ببتدي بقى ان انا احط مكعبين زبدة كده وشوية زيت. آه الزبدة هتيجي في السكة دلوقتي. معرفش انا رحت فين واختفيت وسبت النار والبوتاجاز وكده مش عارفة. اهو انا جيت، اهو انا جيت نورت البيت. حطيت بقى قطعتين زبدة كده زي ما انتم شايفين، وهحط كمان شوية زيت. عايزة اقول لكم ان انا مصدعة دلوقتي جدا، مش عارفة الجيوب الانفية اشتغلت، مش عارفة بقى من الحر ولا من التراب ولا ايه، مش عارفة. حاسة بصداع جامد في عينيا يعني. حطيت بقى كده مكعبين زبدة وشوية زيت. اول كده ما يسخنوا معايا ببتدي ان انا احط 2 فص مستكة، ومعلقة آه، يعني طرطوفة حبهان كده مطحون صغيرة. ليه بقى المستكة والحبهان دول؟ عشان دول هشوح فيهم الفراخ البانيه القطع اللي انا قطعتها. المستكة والحبهان بيضيعوا ريحة زفارة الفراخ، ما بتشميش غير كل ريحة كويسة يعني. فببتدي بقى كده، انا حطيت الزبدة والزيت، اول ما قدحوا نزلت بالمستكة والحبهان. بعد كده بنزل بالفراخ بتاعتي عشان اديها زي صدمة كده وتشويحة لحد ما تغير لونها معايا، ونشوف هنعمل ايه تاني يعني. طبعا الطبخ ده عالم وفن، وكل واحد ليه طريقة، وكل واحد بيحب انواع بهارات معينة.
عايزه اقول لكم ان الاشخاص ان وانا بشم الاكله ممكن اروح افتح التلاجة ازود حاجات. احس كده ان الوصفه انا بعمل الوصفه بحب بقى، فاهمين؟ عارفين لما حد يحب حاجه كده عايز يدلعها. فوانا بشم كده لا دي عايزه توم، لا انا حاساها عايزه سنه مش عارف قرفه كده، يعني بعمله باحساسي الاكل بس بيطلع حلو الحمد لله. هنا بقى خلاص بعد ما الفراخ لونها اتغير بنزل بقى بالبصله المفرومه ان انا ضربتها في الكبه، وبقلب كده البصل مع الفراخ زي ما انتوا شايفين معايا كده. دماغي وجعني قوي والله. هنا هحط بقى توم مفروم كده، معلقه توم مفروم صغيره، وهحط كمان معلقه فلفل احمر صغيره او طرطوفه يعني. بصوا اللي مش بيحب الحامي ما يحطوش، انا بحب الفلفل ده على فكره، هو المفروض ان هو حامي بس هو مش حامي، معرفش ايه اللي حصل له لما اتحط في الفريزر. مش عارفه بقى بارد ليه، مش عارفه والله. فحطيت كده زي ما انتوا شايفين البصل والثوم والفلفل. الفلفل ممكن تستغني عنه، الثوم المفروم لو ما عندكيش ثوم او حصل اي ظروف وما فيش ثوم ممكن ثوم باودر. يعني حاولي ان انتي تكوني كده شطورة تعرفي تتصرفي بالامكانيات اللي عندك. هبتدي بقى ان انا احط البهارات بتاعتي. طبعا اول حاجة بحطها الملح، ملح الفراخ كده. طبعا انا ما اقدرش اقول مثلا حطيت ملح قد ايه، يعني ما اقدرش اقول لكم معلقه صغيره ولا ايه، لان انا بعمل بقول لكم باحساسي يعني بالبركه كده زي ما قلبك يجيب حطي. وانا من الاشخاص على فكره ما بعرفش ادوق الاكل خالص وانا بعمله. حطيت بقى فلفل اسمر، الناس كلها تحط وتدوق، انا ما بعرفش ادوق نهائي يعني مش بعرف. وبابريكا، ملح وفلفل اسمر وبابريكا. وهحط ايه تاني؟ وده بهارات فراخ. انا من الاشخاص اللي بحب قوي قسم البهارات، يعني بحب البهارات جدا، بحسها هي الفن بتاع المطبخ. وحطيت كركم. نقول تاني بقى عشان انا بطلع من الموضوع: ملح وفلفل اسمر، بابريكا وبهارات فراخ وكركم. تمام. هنقلب بقى كده المكونات كده مع بعض، اللي هي بقى البصل المفروم والثوم المفروم والفلفل الاحمر، ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ وبابريكا وكركم. تمام كده خلاص خلصنا. بقى نغطيها ونوطي عليها النار لحد ما تستوي. نيجي بقى المية بتاعة المكرونة ابتدت تغلي، في شوية ملح وشوية زيت وبتنزلي المكرونة. مش بتسيبيها تستوي لحد ما بتستوي خالص، اول ما تستوي نص سوا تطلعيها. طب ليه نص سوا؟ علشان خاطر هي لسه هتكمل سواها في الفرن، فما تعجنش منك او ما تبقاش لما تيجي تقطعي المكرونه للضيوف بتوعك ما تبقاش بتتهرى منك، يبقى شكلها وحش في الطبق. فخلي يستحسن المكرونه تبقى نص سوا يعني. طبعا انتي بتعرفي ده، بتطلعي واحده بتشوفيها بايدك. هنا بقى نحضر البشاميل. طبعا انتوا اتعودتوا معايا ان انا من الاشخاص اللي بعمل البشاميل على البارد، ني في ني، مش بحطه على النار علشان ده اخف على المعدة وطعمه حلو جدا. طبعا هنا بشوف تاريخ الصلاحية بتاع اللبن، عشان برضو لازم نخلي بالكم اي حد عنده اطفال او حتى لو مش اطفال يخلي باله. حطيت كيلو لبن، وده كوباية من مية سلق المكرونة. مية سلق المكرونة سلقت فيها المكرونة معاكم ديت، اول ما المكرونة استوت اخدت منها كوباية على جنب. طب ليه بتحطي كوباية مية سلق المكرونة؟ بتخلي البشاميل جوسي وبتخلي البشاميل طعمه حلو جدا جدا جدا. هنا بقى انا كنت عماله اقول هو انا حطيت اللبن ولا حطيت الدقيق ولا حطيت ايه، افتكرت بقى. حطيت اللبن وحطيت ميه سلق المكرونه. هنحط بقى الدقيق، 6 معالق دقيق كده كبار. انا من اشخاص على فكره الموسوسه، بفضل ابص في الحاجه واشم في الحاجه واقرا الصلاحيه ومش عارف ايه وكده يعني. احنا عندنا في البيت كده لازم اي حاجه نجيبها نقرا الصلاحيه بتاعتها، وعلى فكره ده الصح. أه هحط بقى كمان زبده. اللي بيتحط على النار هما بيقدحوا الدقيق مع السمنة، ده بيبقى تقيل جدا في الهضم وبيبقى بيعمل حموضة، فاهمين؟ ده كده نفس الطعم بالظبط واخف واحلى. حطيت كيلو لبن، كوباية مية سلق المكرونة، 6 معالق دقيق، و3 مكعبات زبدة او معلقتين سمنة، او معلقتين سمنة بلدي، سمنة عادية او سمنة بلدي. تمام كده. وحطيت ملح، هحط فلفل اسمر، وهحط بهارات فراخ. طالما بعمل المكرونه بالفراخ بحط بهارات فراخ، بعملها بالجمبري بحط بهارات سمك، بعملها باللحمه المفرومه بحط 7 بهارات. احفظوا بقى، دي قاعده كده هسمعها لكم في اللايف.
اللي مش هتعرف تجاوب هزعل منها، وهعرف ان هي مش بتتفرج عليا. لما افتح معاكم اللايف هقول لكم ايه القواعد بتاعتي في البهارات. هحب اهزر معاكم يعني، بحب الفيديو يبقى فيه حبة كوميديا كده، عشان كلنا يعني زهقانين وطهقانين، فايه نخفف عن بعض. هنا بقى انا زودت ايه، حطيت مكعب قشطة، ما عندكيش حبة جبنة موتزاريلا، ما عندكيش اي نوع جبنة في التلاجة، ما عندكيش ما تحطيش خالص. بصوا كل البدايل يعني، بس الحاجات الاضافات دي بتعلي التست بتاع الحاجة يعني، لا اكتر ولا اقل. ممكن تزودي كريمة لباني، ممكن تزودي علب القشطة الجاهزة، قشطة بلدي زي ما انتي حابة. طبعا انا ما كانش عندي جبنة موتزاريلا، جبت بيضاية وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر. بيض على البشاميل يا جادة؟ ايوه، ماما الله يرحمها كانت بتحط البيض على البشاميل، وناس كتير على فكرة بتحطه، وعمره ما عمل ريحة زفارة، وجربيه طعمه حلو جدا. ده بديل للجبنة الموتزاريلا، بيخلي وش المكرونة من فوق يحمر. في ناس هتقولي طب ما احنا بيحمر معانا من غير بيض، تمام يعني، بس احنا بنحب نحط بيض. هنا بقى انا عندي المكرونه اهي، البشاميل خلاص عمل معايا. طبعا البشاميل حباه جوسي، ما تقليش البشاميل قوي، حباه تقيل تسيبيه لحد ما يلف معاكي زي الرز بلبن كده. تمام. باخد بقى 3 مغارف كده من البشاميل، بحطهم على المكرونه اللي انا سلقتها، وبقلب بقى كل المكرونه ديت في ال3 معالق بشاميل، عشان المكرونه ايه، تتغلغل في البشاميل. تمام كده. طبعا انا عملت الاكله دي مخصوص يعني، كانت صاحبتي جايه تزورني، قالت لي انا جايه لك اتغدى معاكي، فقمت بقى ايه، انا عارفه ان هي بقالها كتير ما اكلتش المكرونه بتاعتي وبتحبها، فقلت اقوم اعملها لها. لازم لما حد يكون جايلكوا تشوفوا هو ايه اكتر حاجه بيحبها منكم وتعملوها له، لان طبعا ده بيدل على حبكم للشخص يعني. هنا بقى الصينيه بتاعتي هحط بقى في الارضيه بتاعتي كده معلقتين بشاميل، بشاميل كنت هقول بشاميل. مش عارفه في ايه، بقول لكم بصوا بسجل الصوت بالليل وحاجه ايه. اه. كده هنحط بقى معلقتين بشاميل في الارضيه عشان المكرونه ما تلزقش. في ناس بتحط سمنه، ماما الله يرحمها كانت بتحط بقسماط اللي هو بيتقلى فيه الفراخ البانيه ده، بس انا بحب احط بشاميل. حطيت بقى كده البشاميل، وبعدين بنزل بقى ايه بنص القوام بتاع المكرونه. اللي هيسألني يقول لي هو انتي يعني بتستخدمي ايدك الشمال؟ لا، انا عشان بصور بالكاميرا الامامية بتاعة التليفون فبتعكس الايد يعني، انا بس بتعامل بايدي اليمين عادي، بس انا ده ستاند افق يعني بيتصور من فوق، فلما بيصور من قدام بيعكس المكان، فاهمين؟ بس هنا بقى انا حطيت نص المكرونه تحت في الارضيه، هنزل بقى بالفراخ بتاعتي. عايزه اقول لكم الريحه كانت خطيره، والفراخ دي لما بيتحط عليها توم مفروم بتبقى بصوا في حته تانية خالص يعني. ربنا يكتب لكم ان شاء الله وتدوقوا المكرونه بتاعتي. مش عارفه ازاي بس ان شاء الله يعني. هنا بقى من اكتر الاكلات اللي الناس بتحبها مني، لان انا مش بعملها كل مره بنفس الطريقه، كل مره اللي بحط حاجه هنا مره حسب اللي عندي في البيت بمشي نفسي بيه، فكل مره بتطلع بطعم وبريحه وبقوام مختلفين خالص. هنا بقى حطيت الفراخ، بعد كده بقى ايه هحط بقيه المكرونه بتاعتي فوق الوش. حطيت نص المكرونه في الارضيه وبعدين الفراخ، وهحط دلوقتي كمان معلقتين بشاميل كده على الفراخ عشان الفراخ تاخد من طعم البشاميل، وبعد كده هحط اخر طبقه المكرونه بتاعتي. طبعا شكرا للناس اللي سألت على الامتحان، الحمد لله الامتحان دخلت الامتحان وطلع سهل الحمد لله، وبيبقى شفوي طبعا، فالحمد لله حليت كويس، وشكرا جدا على سؤالكم وعلى دعواتكم وما تنسوش بقى ايه الكومنتات بتاعتكم الحلوة دي عشان بترفع لي الفيديو وبيتشاف، فادعوا لي بقى كده ربنا يكرمني. هنا بقى نزلت ببقية المكرونة بتاعتي وبسويها كده، وبعدين اخر خطوة بقى بنزل بالبشاميل. طبعا خطوة البيض غير الجبنة الموتزاريلا، الجبنة الموتزاريلا بتطلع المكرونة بشكل وبلون، البيض بيطلع مكرونة بشكل وبلون، من غير خالص بيطلعها بشكل وبلون، فكل حاجة بصوا ليها شكل وطعم ولون. المطبخ ده فن على فكرة، انا بعتبره فن وبعتبره عالم من العلوم، مفهوش حاجة اسمها ما تنفعش او ما تصحش او ايه اللي انتوا بتعملوه دوت ولا يعني، اللي هو ده فن
كل واحد بيعمله بحب، بالحاجة اللي بيحسها، بالحاجة اللي حاسس ان اهل بيته بيحبها. كل بلد ليها طريقة مختلفة في عمايلها للاكل. مينفعش مثلا نلاقي حد بيعمل في بلد تانية حاجة عكسنا نقوله اللي انت بتعمله دوت الحاجة دي مبتتعملش كده، لا يعني كل واحد ليه عادات وتقاليد، وكل حد ليه طريقة معينة في عمله للاكل يعني. طبعا بدخلها في الرف الوسطاني في الفرن على درجة حرارة عالية 180، بتاخد حوالي من 15 ل 30 دقيقة وتكون استوت. طب حسيتوها استوت ولسه ما احمرتش، تولعوا عليها الشواية. طبعا بتبقى دي مكرونة بشاميل بقى بتاعت زمان بقى، بصوا اللي هي من غير جبن ومن غير اي حاجة، بتطلع لونها كده وكانت طعمها جوسي وجميلة. هي ما كانتش طبعا مستحملة على ان انا كنت بقطعها سخنة زي ما انتم شايفين كده، انا بحبها سخنة كده. طبعا اللي عايز المكرونة تطلع معاه قطعة واحدة يستنى عليها لما تبرد خالص، يسيب الصينية لمدة ربع ساعة. انا بقى بحبها سايحة ونايحة على نفسها كده بحس طعمها احلى. الحمد لله ان هي عجبتهم في البيت. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتعجبكم. وما تنسوش تسيبوا لي كومنت حلو زيكم، وما تنسوش دعوة جميلة، وما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والكومنت. وشكرا جدا على تفاعلكم معايا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.